Come Together by the Beatles. الأغنية نزلت سنة 1969 وكانت الألبوم ستارتر لأبي رود اللي نزل يوم 26 سبتمبر من نفس السنة. وبعدها بكام يوم، بالتحديد يوم 6 أكتوبر، الأغنية نزلت كبي سايد سينجل في نفس الاسطوانة مع Something. بول ماكارتني اللي كتب البيز ريف لعب البيز لاين في الأغنية على ريكنباكر 4000/1. تعالوا نشوف تجربة عملي للريف بتتلعب ازاي. ودي كانت فيمس ريف رقم 6 معانا. ما تنسوش الفولو والشير. بسبب ريف كان بيسخن بيه الفرقة، أول ما سمعته قرروا إن هما يأجلوا مشروع ويبتدوا في واحد تاني من الأول خالص. بقيت فرقة بينك فلويد أول ما سمعوا ديفيد جيلمور بيلعب الريف ده ساعة التسخين قبل ما يخش يسجل في ألبوم أنيمالز، قرروا كلهم إن هم يأجلوا شغل على ألبوم أنيمالز ويبتدوا شغل في فكرة جديدة بألبوم جديد اتبنى عليه كونسبت بحاله. وكانت النتيجة مش بس أغنية ويش يور هير، لأ ده ألبوم ويش يور هير اللي نزل سنة 1975. وكل ده حصل وجع ظهره خلاه يكتب نمبر 1 هيت. Heart of Gold by نيل يونغ. كتبها في الفترة بين سنة 1970 و 1972، السنة اللي نزل فيها ألبوم هارفست، واللي كانت الأغنية دي من ضمن الأغاني اللي فيه. السبب ورا الموضوع ده إن بسبب وجع ظهره بطل يستخدم الكتريك جيتار كتير بحكم وزنه التقيل، وفي نفس الوقت قلل حفلاته. فبالتالي كانت النتيجة إنه كتب أغاني كتير على أكوستيك جيتار ومن ضمنها الأغنية دي. وكل ده حصل عشان ازاي تعمل اغنية كاملة مبنية على ريف بيس. في هاند اوف دوم اللي نزلت في ألبوم بارانويد سنة 1970، جيزر باتلر علمنا وهو قاعد في شقته في لندن جات له فكرة أهم ريف في تاريخ الفرقة. اويسيس نزلوا أغنية وندر وول في ألبوم What's the Story Morning Glory سنة 1995. والفضل كله يرجع لنول جالجر اللي